السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي وفيديو جديد بإذن الله يعجبكم. هنعمل النهاردة العيش الجميل اللي انتوا شايفينه ده من غير فرن غاز، يعني حاجة كده تحفة إن شاء الله يعجبكم. شايفين قد إيه العيش جميل، الطبقة اللي فوق الطبقة اللي تحت. تابعوني إن شاء الله عشان نعرف أسرار العيش ده. هنعمله كمان من غير مطرحة، يعني حاجة كده تحفة. قبل ما ندخل على الوصفة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل وتدوسوا لايك للفيديو، ويلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف عملنا العيش القمر ده ازاي. اول حاجه هنزل ب3 كوبايات ميه دافيه، ولازم الميه تكون دافيه بالشكل ده. بعاير بمج الشاي العادي. هنزل كمان بمعلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره خميره. ابتدي ادوبهم كده كويس. بعد كده هنزل بكيلو من الدقيق عليه معلقه صغيره ملح. دي كل ما قدرنا. ابتدي اعجن العجينه، لمها كده كويس واعجن فيها كويس بالشكل ده. طبعا من اهم اسباب نجاح العيش انك تعجني فيه كويس. اهم حاجه مرحله العجن دي. ابتدي الم العجينه كده كويس. هي هتحتاج معايا ميه كمان. هنزل بالميه كده بالشكل ده. ضفت زي ربع كوبايه ميه. العجينة أخدت معايا زي 4 كوبايات من المية، مش أكتر من كده. ممكن تاخد معاكي أكتر أو أقل على حسب نوع الدقيق. يعني ممكن تاخد معاكي أكتر من 4 كوبايات، ممكن 4 وربع أو 4 إلا ربع، يعني على حسب نوع الدقيق. فزودي المية كده بالتدريج لحد ما تحصلي على القوام المناسب للعجينة اللي هنشوفه إن شاء الله في الفيديو. هنا العجينة خلاص بعد ما لمت على بعضها بالشكل ده. هنزل المية بالتدريج، يعني حبة قليلين كده وأشربهم من العجينة. بعد كده هنزل بحبة قليلين كمان. لو نزلت بمية كتيرة ممكن العجينة تسيب منك تماما وتحتاجي دقيق تاني. فاحنا على كده بننزل بالتدريج على كده عشان ما نحتاجش دقيق تاني بالشكل ده. وابتدي اعجن فيها وانعمها كويس جدا. وهنا خلاص بعد ما عجنتها كده كويس جدا، شايفين بتمط ازاي معايا وطريه بالشكل ده. انا عايزه اقاومها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. هلمها كده اقفلها على بعضها. بعد كده هغطيها واسيبها تخمر. بتاخد معايا زي نص ساعه، الجو حر مش بتاخد وقت خالص. بعد ما خمرت بالشكل ده، شايفين شكلها حلو قوي ازاي. ناعمه جميله جدا جدا. هجيب صينيه او اي حاجه تفردي عليها. هرشها كده بالرده. الرده دي ممكن تجيبها من عند العلاف او من عند العطار على حسب ما تلاقيها يعني. احنا عندنا متوفره عشان هي من غله القمح. نطحن القمح كده بيجي دقيق والرده معاه. جبت كمان طبق فيه دقيق بالشكل ده. اخد اول قطعه من العجين زي ما انتم شايفين وانزل بيها في طبق الدقيق كده وابتدي اسويها كويس بالشكل ده. اقفلها كده على بعضها كويس. بعد كده هحطها على الرده. شايفين التشكيل مفيش اسهل من كده. ابلها كده بله بسيطه من الدقيق علشان اسويها بالشكل ده. طبعا حجم الرغيف ده حاجه ترجع لك، عايزه تكبريه عايزه تصغريه براحتك. بس لو اول مره تعملي العيش ده اتمنى انك تصغري العيش عشان تعرفي تشيليه كويس، عشان تعرفي تتحكمي فيه ويكون سهل معاكي. وهنا بعد ما خلصت الكميه كلها بالشكل ده. انا العيش معايا كبير. هجيب بعد ما خلصت على طول هجيب افرد اول رغيف احنا عملناه. ارش رشه رده كده كريمه شويتين على الرخامه. وابتدي اتعامل مع الرغيف بمنتهى الحنيه اللي في الدنيا. يعني تعاملي معاه بالراحه كده خالص كانه بيبي. ابتدي افرد بالراحه جدا جدا. اهم حاجه تطبطبي كده على العجين تطبيب يعني. يعني ما تدوسيش قوي عليه. تعاملي معاه كده بالراحه جدا جدا. ورشه دقيق خفيفه جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو رشيتي رشه دقيق كتيره العيش هيعمل قشره معاكي في الاخر، فاحنا مش عايزين الموضوع ده. وابتدي افرد كده من النص لبره ومن النص لجوه زي ما انتوا شايفين. افرد بالراحه جدا بالشكل ده. بعد كده هشيله واحطه في صينيه بالشكل ده. تابعوا معايا الخطوات باذن الله يظبط معاكم. هغطي الرغيف اللي انا فردته ده بالشكل ده. وبعد كده هفرد الرغيف التاني. رشه رشه دقيق خفيفه جدا زي ما قلت لكم علشان العيش ما يعملش قشره معاكي. وابتدي افرده. بشيله بمنتهى السهوله. انا بفرد على حسب عدد الصواني اللي عندي. انا عندي 3 صواني بفرد 3 ارغفه واخبزهم وافرد غيرهم بالشكل ده. احطه كده في الصينيه واسويه بالشكل ده.
نيجي بقى لمرحلة الخبز. هنخبزه ازاي؟ هنحطه على عين البوتاجاز على نار متوسطة بالشكل ده، وابتدي ادير الصينية زي ما انتوا الفها كده كويس لحد ما لونه يغير معايا، يعني يشف معايا تماما، لونه يغير كده من تحت ويبقى فيه فقاقيع صغيرة زي ما واضح قدامكم في الفيديو كده، فقاقيع كده صغيرة. مش هقلبه تماما بالشكل ده. بعد كده هدخله تحت الشواية على اعلى درجة لحد ما يقب معايا ووشه يحمر بالشكل ده. هنا بدأ ينفخ بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان كلهم والله العظيم نفخوا من اول رغيف لاخر رغيف، يعني تجربه ناجحه بسم الله ما شاء الله. مش مولعه الفرن، والشوايه انا لسه فاتحاها حالا قبل ما ادخل الرغيف فيها. مش عايزه فرن سخنه ولا حاجه، ابتدي ادير كده الرغيف عشان ياخد الحراره كلها بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، قب معايا وبقى جميل جدا جدا. بس مفيش غير اني هحمر الوش وبس، خلاص كده. طبعا انا بقفل الفرن فعلشان التصوير انا فاتحاها بس، يعني بحط الرغيف كده واقفل الفرن عليه، فاتحاها بس عشان التصوير عشان يوضح قدامكم. بدأ كده يحمر معايا وده اللون المناسب. بعد كده رجعته على عين البوتاجاز تاني علشان احمر القعر من تحت بس مش اكتر. شكله تحفة. طبعا خطوات الخبيز مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم ان كلهم نفخوا معايا زي ما قلت لكم. ده اكبر رغيف انا عملته فيهم. تحسوا ان الفطير مشلتت مش عيش. بسم الله ما شاء الله يعني. يلا بقى قومي شجعي واعملي حبة عيش سخنين كده على الصبح افطري بيهم، بصراحة حاجة كده قمر في البيت. هنا بعد ما تاني الرغيف خرج معايا من الفرن بالشكل ده، خرجته كده من الفرن بوريكم الرغيف التاني. بس كده حمر القعر بتاعه بس وخلاص كده. احنا زي ما عارفين احنا مش حاطينه في الفرن، مش مولعين الفرن، احنا مش عايزين غير الشوايه وعين البوتاجاز بس. ده الرغيف ده اخبزه كمان معاكم. ابتدي ادير الصينيه بالشكل ده لحد ما العيش يشف معايا تماما من تحت ويبقى فيه فقاقيع كده صغيره. جربي العيش والله العظيم سهل جدا جدا، والنتيجه مظبوطه جدا جدا. اول ما يشف معايا والفقاقيع دي ظهرت على الوش بالشكل اللي انتوا قدامكم ده، دخلته تحت الشوايه علشان ينفخ ويقب معايا وياخد لون بس مش اكتر. هنا بدأ بسم الله ما شاء الله انه يقب بالشكل ده. هنا بعد ما قب معايا واتنفخ وبقى جميل جدا هديره كده بس عشان ياخد لون موحد بالشكل ده. بعد كده هخرجه وهديه لون بس على عين البوتاجاز. شايفين القعر لسه ابيض زي ما هو، هديه بس لون مش اكتر. ده الرغيف اللي بوريلكم اللي كان قبله على طول. بعد ما يبرد كده ما سيبوش على الصينيه لما يبرد، بحطه كده على قماشه نضيفه او مفرش او اي حاجه علشان الصينيه لو سبتيه عليها هتمصه. فانت تخرجيه اول ما يخرج من الفرن كده تخرجيه بالشكل ده. وده شكل العيش النهائي معايا. شايفين شكله قمر ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. التسويه مظبوطه جدا جدا من فوق ومن تحت، والعيش طري معايا وجميل زي ما انتم شايفين كده. نيجي بقى نشوف شكله عامل ازاي من جوه. نفتح كده بسم الله، وبسم الله ما شاء الله عليه. شكله بصراحه يفرح. الطبقه اللي فوق قد الطبقه اللي تحت، بصراحه جميل جدا جدا. جربوه وباذن الله يعجبكم. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.